هي مين نبيلة الحايح بهناسي جوهر دي؟ انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفه وظريفه وشرفي وحني بالليفه. ابني كنت الليفه. طبعا اخويا محمود العربي بيقول لي اتكلم يا عم ريشه على نبيلة الحايح بهناسي جوهر. هو كان فاضي وركبت معاه صح؟ ايوه يا استاذ. طبعا هو يقصد الممثله اللي اشتغلت في فيلم الليمبي 8 جيجا. الاسم ميسره محمد احمد سيد الشاي، مواليد 24 مارس 1967، يعني 55 سنه تقريبا. طبعا طبيعه ادوارها كلنا عارفينها. ده فيلم الليمبي 8 جيجا، وده فيلم صباحه كده، وده فيلم جعلتني مجرما. خلاف انك مش هتلاقي اي فرق او اختلاف من ضحكتها من فيلم لفيلم، لكن هتحس ان المخرجين والمنتجين واللي كل اخرهم اين دولت حصروها في ادوار اغراء، ويا ريتها ادوار اغراء عاديه او ادوار بطوله مثلا. لا، هم كانوا بياخدوها كمثلا هتيجي هتقضي ليله مع البطل، بطل العمل يعني، مش البطل اللي ضحى. مش انا عيد ميلادي النهارده؟ لا يا شيخ كفايه كده، قطعت قلبي. اصل انا دمعتي قريبه. وش قريبه؟ خلص، نظامك ايه؟ طبعا من طبيعه الادوار هتحس ان هي مثلا اتولدت في حاره شعبيه، او اللي هو مثلا المنتجين شايفينها بنت يعني من وسط شعبي فبيستغلوها في الادوار دي. لا 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 لا، ستوب بقى. عمو ريشه هنا بيعمل ايه؟ ميسره اصلا اتولدت في لبنان من اب مصري وام لبنانيه. والدها اصلا كان استاذ جامعي، وعاشت فتره معاه وهي صغيره في السعوديه، ولما كبرت شويه رجعت ودرست في جامعه حلوان كليه فنون تطبيقيه. ومش بس كده، كملت دراستها في لندن. ولما راحت لندن طبعا جالها شويه عروض كده، لان هي كانت بتشتغل مطربه في الحفلات اللي بيكون فيها نجوم عرب. عزيزي المشاهد، هي اصلا مطربه. مش عارفه ليه فاهميني غلط. المهم في حفله من الحفلات ديت هوبا تقابل الاعلامي وجدي الحكيم، اللي بيعجب بيها طبعا وبيعرض عليها ان هي ترجع مصر وتفكر في موضوع التمثيل. اموت واعرف ايه اللي عجبه فيها بالظبط وهي اصلا بتغني. قول لها تعالي مثلي. شاف فيها ايه؟ مش مهم. بالفعل رجعت، وكان اول اعمالها مسلسل جسر الخطر، وده كان 1999. ومش هتصدق بقى، اول اعمالها السينمائيه فيلم حراميه في كي جي 2، وده اللي كان في 2001. وطبعا ده كان اول معرفتنا بيها واول ظهور ليها على شاشه السينما. ولحد هنا تكون ديت قصه نبيلة الحايح. بس في تفصيله صغننه كده، ان هي من فتره عملت عمليه تجميل، وللاسف مناخيرها فشلت. يعني العمليه تمام بس مناخيرها هي اللي فشلت مش العمليه. طبعا رفعت قواضي كتير وحاجات من هذا القبيل، بس طبعا هي تنازلت عن الموضوع ده كله، وزي ما صرحت في برنامج هي تنازلت عن كل القواضي وكل الكلام دوت. الغريبه ان هي شكلها بقى من كده لكده. في صوره بقى زي كده مش عارف منتشره ليها، واللي يقول لك قدر الرب انتقام الاله. هو في ايه يا جماعه؟ ليه بنحط الصوره دي وهي مش، هي ما بقتش كده خالص. بس هو ربنا ممكن ينتقم من البني ادم في حاجات مش شرط في وشه يعني. ما ترغيش قوي كده. حسبي الله ونعم الوكيل. اعوذ بالله من ترندات الصحافه دي، هبد متناهي. المهم لو وصلت لحد المرحله ديت من الفيديو فانا بشكركم جدا جدا، وبشكركم كمان على دعمكم الدائم والمستمر اللي وصلني لمرحله ان انا هقفل الصفحه خلاص. واللي عايزنا نكمل يكتب لنا في الكومنتات تحت عايزيننا نتكلم عن مين الحلقات الجايه. سلام عليكم.